السلام عليكم. معكم الدكتور الناجي، وفي الدقائق القليلة التالية سنتحدث عن أمر مهم للغاية لما له من تأثير خطير جدا على صحة الإنسان، وهو الملح. الملح يكون دواء كما أخبر الرسول الكريم في الحديث، بما معناه أن الملح يشفي من 70 داء أهونها الجذام. ويأبى الإنسان بممارساته الخاطئة إلا أن يحول هذا الدواء إلى داء يفتك بصحته وهو لا يعلم. يكون الملح دواء إخواني عندما نستخدم الملح الطبيعي الغير مكرر بالكميات الصحيحة، ويتحول إلى واحد من أهم المسببات لأمراض خطيرة باتت تفتك بنا عندما نستهلك الملح المكرر. هنا قد يتساءل البعض: وما الفرق؟ لكي تكون الإجابة واضحة يجب معرفة الطريقة التي يتم استخلاص الملح الطبيعي الغير مكرر بها، وطريقة تصنيع الملح المكرر. الملح الطبيعي الغير مكرر يستخلص بالطريقة ذاتها التي كان يستخلص بها قبل أكثر من 2000 عام، وذلك بتبخير الماء عن طريق الشمس، لنحصل على الملح الطبيعي بكل عناصره الطبيعية التي تتوائم بشكل عجيب مع احتياجات أجسامنا من معادن وأملاح. ولكن الأمر مختلف تماما مع الملح المكرر الذي يعالج في المصانع بمواد كيميائية كالكلور وحمض الكبريتيك والصودا الكاوية. الصودا الكاوية أخواني تعمل على إزالة البوتاسيوم من الملح. هذا العنصر يؤدي وظيفة تقلل من تأثير الصوديوم في رفع ضغط الدم. توازن عجيب لا نملك أمامه إلا أن نقول سبحان الله. وبعد استعمال هذه المواد الكيميائية يتم استخدام درجات حرارة عالية جدا وضغط لتبخير الماء نهائيا، وهذا يؤدي بدوره لتغيير التركيبة الجزيئية للملح بحيث تختفي كل العناصر، لينتهي الأمر بعنصرين فقط هما الكلور والصوديوم. هل تنتهي عملية التصنيع هنا؟ لا. المصنعين للملح المكرر يقومون بإضافة مواد تمنع تكتل الملح وتسهل انسيابه من العلب وكأنه سائل. هذه المواد منها سيليكات الألمنيوم. هل نحن بحاجة أخواني للتذكير بأن الكثير من الدراسات مؤخرا باتت تشير إلى دور كبير للتسمم بالألمنيوم في الإصابة بالخرف أو ما بات يعرف بالزهايمر؟ تلاحظون في الصورة ما يحدث من ضمور للمخ في المراحل المتقدمة من هذا المرض، وقانا الله وإياكم. الآن قد يتساءل البعض: لما يقوم المصنعون بتكبد هذا العناء ولا يكتفون بتزويدنا بالملح الطبيعي الغير مكرر؟ نجيب فنقول أننا بتنا نلمس بشكل واضح أن المصلحة المادية باتت تطغى على تفكير الكثير من التجار، وليس للاهتمام بصحة البشر مكان في قائمة اهتماماتهم، والاهتمام الأول والأخير هو للمال ثم المال. الملح المكرر من وجهة نظر اقتصادية أسهل في التخزين، حيث يمكن تخزينه بأقل كلفة ولسنوات عديدة دون أن يحدث به أي تغيير. ولا ننسى أن الملح المكرر بلونه الأبيض الناصع هو أكثر جذبا للمستهلكين، كما أن انسيابه من وسائل الجذب الأخرى للمستهلكين، والفضل في هذا الانسياب كما أسلفنا لسيليكات الألومنيوم وغيرها من المواد الضارة. هل تعلم أخي الكريم أختي الكريمة أن الملح الطبيعي الغير مكرر يحتوي على أكثر من 100 عنصر يحتاجها الجسم وتتوائم مع تركيبة جسم الإنسان وتحفظ توازنه الداخلي؟ هل سمعتم عن ما يعرف بالبي اتش؟ البي اتش عبارة عن مقياس لوغاريتمي لدرجة الحموضة أو القاعدية في المحاليل، ولجسم الإنسان فقيمة البي اتش هي 7.2، ويجب ألا ينحرف بعيدا عن هذه القيمة. الملح المكرر يعمل على خفض هذه القيمة ويزيد درجة الحموضة الداخلية للأنسجة والأعضاء والدم، مما يمهد ويعتبر تربة خصبة للكثير من الأمراض الفتاكة، منها السرطان، التهاب المفاصل، وهشاشة العظام. وصدقا ما هذه الأمراض سوى أمثلة، ولنعلم أن خفض البي اتش وزيادة الحمضية يؤثر على وظائف الكلى والكبد والدماغ سلبا، ويؤثر بشكل كبير على مناعة الجسم التي لا غنى لنا عنها لمحاربة الجراثيم.
وللقضاء على الخلايا السرطانية التي تتكون في جسم كل واحد منا كل يوم. الملح المكرر يؤدي استهلاكه مع أطعمتنا إلى ارتفاع ضغط الدم، وذلك لانعدام البوتاسيوم فيه كما أسلفنا، والاحتواء على تركيز عالي من الصوديوم يصل إلى 40% من تركيبته. هنا يجب أن نشير أن 90 إلى 95% من حالات ارتفاع الضغط المشخصة تندرج تحت ما يعرف بارتفاع الضغط الأولي، أي مجهول السبب طبيا. وقد قام أحد الزملاء بنصيحة مرضاه المشخصين بالإصابة بارتفاع ضغط الدم باستهلاك الملح الطبيعي الغير مكرر بدلا من الملح المكرر. كانت النتيجة انخفاض ملحوظ في الضغط مع نفس الجرعات من الأدوية ونفس نمط الحياة الذي كانوا يمارسونه، ولم يكن هذا مثارا للتعجب لمعرفتنا بالسبب. الكمية التي ينصح الشخص البالغ السليم باستهلاكها هي قرابة 6 جرامات في اليوم، أي ملعقة شاي واحدة فقط. هذه الكمية طبعا تقل كلما تقدم الإنسان في العمر، ولكن الحاصل أن السواد الأعظم منا يستهلك قرابة 9 جرامات أو يزيد يوميا، زيادة عن حاجة جسمه. وما يزيد الطين بلة أنهم يستهلكون الملح المكرر بدلا من الطبيعي الغير مكرر. نشير إلى أن الكثير من البحار والمحيطات للأسف باتت ملوثة، ولذا فالخيار المتاح أمامنا والأفضل للحصول على الملح الطبيعي الغير مكرر هو الملح الصخري. ختاما، ننصح كل من استمع إلينا بالتحول لاستهلاك الملح الطبيعي الغير مكرر، وندعو الله أن يمد في أعماركم على طاعته ويلبسكم ثوب الصحة. ونؤكد مجددا بأن منبر هذه القناة متاح لكل من لديه مساهمة بخصوص أي منتج أو خدمة سواء بالنقد أو الإشادة، أن يتفضل مشكورا بإرسال ما لديه على البريد الإلكتروني الموضح. والسلام عليكم.